عليه كل عالم فوق الأرض. هل العوام تاع المسلمين يجوز يطبقوا الحدود؟ القتل حد من حدود الله، لا ينفذ إلا بأمر خليفة المسلمين، ويجوز للقضاء. ما يجوز ليش أنا كإنسان روح الإنسان نقتله. لكن له أدلة، هو ألا توجد له أدلة على ليس ذلك؟ هناك أدلة إلا البترودولار والمال السعودي والمال القطري النجس. هذا واش كاين أدلة؟ ليس هناك هل دليل. يعقل هنا بالضبط أن يحكم العلماء على حسب البترودولار والأموال لكي يحكموا الناس في شريعة الله؟ نعم يا أخي، نعم. المال الآن، المال يكاد يسيطر على كثير من عقول الناس. البوطي كان رجلا فقيرا يعيش بين الناس. البوطي كان بسيط، عايش وسط الأمة وسط الناس، بدليل ما كانش عنده حرس خاص ولا يفتش الناس للدخول عنده للمسجد. كان بسيط، ولذلك صابوه فريسة سهلة، فريسة سهلة. بخلاف واحد آخرين لما يصدروا فتاوى. كيف يصدر فتوى عامة للمسلمين يجوز قتل البوطي هكذا بالاسم؟ نعم. اقتلوا البوطي ثم اقتلوا كل إنسان يأيد النظام. البوطي أنا أقول ما كانش مع النظام السوري ولا كان ضده. البوطي كان عالم يرى أن هذا الخراب العربي يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، ولذلك كان يرى المحافظة على الأوطان كما هي على علاتها وعلى عيوبها أفضل من السقوط تحت هيمنة الكيان الصهيوني. يعني هنا وكأنك تريد أن تقول بأن الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها. لعن الله من أيقظها. الشيخ البوطي في وقت العشرية السوداء في الجزائر كان يقول وكان يبكي كذلك، يقول بأن الفتنة قامت في الجزائر ولا يجوز لأحد أن يقتل أحد، وقالها كذلك في سوريا بأن سوريا ذاهبة نحو معيار تشتت ونحو خطة غربية من أجل أن تتشتت سوريا. ها هو اليوم يقتل وبفتوى صريحة وواضحة أمام الفضائيات وأمام الناس كل. إن الله تبارك وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العالم هو شعيرة من شعائر الله لأنه يعلم الناس الخير. المسجد شعيرة من شعائر الله. المصلون شعيرة من شعائر الله. يعني أن يتجرأ إنسان ويفجر نفسه، وهذا ليس تفجيرا بريئا. كاين فتوى سبقت بجواز قتل هؤلاء العلماء الذين يخالفون الهيمنة الأمريكية. يعني كل من يخالف الهيمنة الأمريكية لابد أن يقتل. البوطي كان يخالف. البوطي ضد قيام كيان صهيوني في المنطقة، ضد تقسيم سوريا. قال، وأنا سمعته، نعم. أن قال: عاهدت الله أن لن أبتعد على بابه، على باب الله، ولن أخرج من سوريا. ولذلك البوطي كان يزعج، لأن كلمة الحق تزعج، كلمة الحق تزعج. الآن قلت لك يعني الاستعمار العالمي يريد الهيمنة على العالم. الليبرالية العالمية سال اللعاب نتاعها لتقسيم الأوطان. شكون اللي يتصدى لها؟ ليس حكام العرب، العلماء. بكل العلماء الصادقين الوطنيين هم اللي يوقفوا ضد هذا التيار وضد هذا الهيمنة. إذن حتى ينجح المخطط الاستعماري لابد من إزالة هذه العقبة. العقبة تتمثل في العلماء. ثم ملاحظة: البوطي ليس هو أول من قتل في سوريا. عشرات علماء أهل السنة يقتلون الآن في سوريا وفي غيرها، ولكن الإعلام لا يعلم عنهم شيئا. البوطي والحمد لله لما كان عنده مكانة عالمية علم ذلك الإعلام وعلم بذلك عوام المسلمين وسائر الناس. يعني أريد كذلك أن أستشيرك في جدل آخر. الشيخ القرضاوي على سبيل المثال يقول بأنني عندما أفتي فإن الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يوجد هناك دليلا قاطعا في الكتاب أي في القرآن الكريم، وإنما يستطيع للعالم أن يفتي من عقله. والله يعني هذه فتوى باطلة، وقد أفتى قبله أبو قتادة. نقرأ لكم فتوى لأبي قتادة. أبو قتادة معروف، أحد كبار يعني مشايخ تيار السلفي. هذا يقول في مجلة الأنصار العدد 132 صفحة 11. اسمعوا جيدا ماذا يقول: من لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل، وإن كان على معصية لا يستحق بها القتل. من لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل، وإن كان على معصية لا يستحق بها القتل. أقول وأعود، ربي يقول في القرآن الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا
هذا القرآن، هذا موش فتوى لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، لا للقرضاوي ولا لغيره. إن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. من أين؟ كيف يجوز قتل أي إنسان؟ والمشكل الآئمة الآن في سوريا موظفين عند الدولة، يجي إنسان يكيف هذا الوضعية بلي هذو عملاء للسلطان فيقتلهم، هذا وقع عندنا. ثم إنسان يخلص الضرائب، يأتي إنسان يكيفها بلي ما دام يدفع الضرائب إلى السلطان يدعمها، فهذا يدعم الطاغوت فيقتل دافع الضرائب. ثم يروح لي يخلصوا الكهرباء، ما دام يدفعوا المال للسلطان إذن هؤلاء عملاء سلطان فيقتلهم. يا احنا وصلنا شاب في البليدة باع قلب اللوز، زوج من الدرك الوطني باع لهم قلب اللوز فقتل لأنه اتهم بتدعيم الطاغوت. إذا فتحنا هذا الباب على المسلمين فتحنا باب جهنم. وهذا الكلام كان يجي معقول لما يفتح أبو قتادة وأبو فلان، لكن القرضاوي يقولوا من دولة يعني تزعم أنها عرابة الديمقراطية في العالم الإسلامي. أنا أتحدى أمثال هؤلاء المشايخ في مسألتين واسمح لي نقولهم، تفضل لأن تفضل. قلبي ومعمر. هذا التحدي يختص بك أنت، أنا حزين كل واحد أن يتحدى. والله أنا حزين. نتحداهم هذو ما يفتوا بقتل البوطي في مسألتين. الأولى راهم فتاوا بوجوب تسليح المعارضة السورية. نتحدى قطر وجماعتهم والمفاتي تاعهم يسلحوا حماس. يا أخي حماس جهاد إسلامي مجمع عليه، يقولوا بوجوب تسليح المعارضة السورية، أيكونوا رجال سلحوا حماس. المسألة الثانية: كيف أهل القرضاوي ما يشوفش القاعدة الأمريكية في قطر، أضخم قاعدة في الشرق الأوسط وفي الخليج العربي، تنطلق منها الطائرات لقنبلة العالم الإسلامي، علاه ما يفتيش بتحريم ذلك؟ لماذا لا يفتي بأن ذلك حرام ولا يجوز وهذا منكر لا يجوز السكوت عليه؟ كيف شاف البوطي في سوريا، والبوطي إنسان يعني يشعل المساحة بالك كي يوقف ما يديش 20 سنتيمتر، وما شافش مساحة ضخمة بالكيلومترات. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا تحدي يا شيخ شمس الدين. القاعدة في قطر، القاعدة الأمريكية في قطر وتسليح حركة حماس. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نعود. مرحبا بكم. شكون فينا ما يعرفش نقاوس؟ هي علامة معروفة عند الكبير والصغير وعند العام والخاص. مصنع نقاوس لإنتاج العصير بولاية باكنا يعتبر من بين أهم المصانع على المستوى الوطني المختصة في إنتاج العصائر. قطع أشواط كبيرة باش يغطي أكبر نسبة من التراب الوطني وحتى التصدير إلى الخارج. بناء المصنع كان سنة 1979، تدشينه كان سنة 1981 وكان تابع للدولة. بعد ذلك تمت خوصصته سنة 2007 ويسترجع النشاط ديالو وشهد قفزة نوعية في الإنتاج.